نخاف عليها طول حياتنا ونحمي أرضها. فهمنا يعني ايه بلادي، تحية العالم ننادي لك يا حبي وفؤادي، بنحبك يا مصر. علمونا في مدرستنا ازاي نحبها، نخاف عليها طول حياتنا ونحمي أرضها. فهمنا يعني ايه بلادي، تحية العالم ننادي لك يا حبي وفؤادي، بنحبك يا مصر. احنا اللي هنحافظ عليها، نبني مستقبلنا فيها، هنعليها ونعلى بيها ونشيل اسم مصر. علمونا في مدرستنا ازاي نحبها، نخاف عليها طول حياتنا ونحمي ارضها. فهمنا يعني ايه بلادي، تحية العالم ننادي لك يا حبي وفؤادي، بنحبك يا مصر. احنا اللي هنحافظ عليها، نبني مستقبلنا فيها، هنعليها ونعلى بيها ونشيل اسم مصر. بنحبك يا مصر ونشيل اسم مصر. علمونا ان احنا واحد، كلنا مصريين، احنا لينا رب واحد مهما اختلف الدين. علمونا ان احنا واحد، كلنا مصريين، احنا لينا رب واحد مهما اختلف الدين. هنحب بعض مهما يجرى، واللي عنده فينا فكرة للبلد تدفنها بكرة هيقولوا ابن مصر. احنا اللي هنحافظ عليها، نبني مستقبلنا فيها، هنعليها ونعلى بيها ونشيل اسم مصر. المدارس بقى وزحمتها لازم نعمل شوية وصفات حلوين كده لحبايبنا وولادنا الغاليين علينا وعلى قلوبنا، واللي منقدرش نستغنى عنهم ابدا ابدا ابدا، ونجهزهم بقى احلى فطار لاول يوم. اول يوم، مش عايزه اقول اول يوم العيد، اول يوم مدارس. هو بالنسبه لاي ام عيد، وكل ام فاهمه الكلمه اللي انا بقولها دي اقصد بيها ايه. هو عيد في كل البيوت، الراحه والاستجمام. تعالي بقى هاتي صدر فرخه واحد وقطعيه زي ما شفتي كده، واضربيه في الكبه ضربه حلوه، شويه سكر على شويه خميره، واعملي احلى عجينه بنص كيلو دقيق، واضرب اضرب اضرب، ملح بسيط، اعجن لحد ما تبقى العجينه معانا لينه وطريه وزي الفل. حبه زيت على معلقه خل، وربيهم في بعض وحطيهم في اخر العجينه. وزي ما احنا متعودين مع القناه عندنا ان دي احلى عجينه لاحلى فطاير ممكن تعمليها في اي حاجه. بصلايه وطماطمايه تشوريهم، وفلفل الوان واعصريهم كويس، شويه بقدونس من ال 15 جنيه دول ممكن تستغني عنهم، وكل ده بالبهارات الحلوه بتاعتنا. شويه بقى ايه بيقولوا عليها ليا او يقولوا عليها منديل، ايا كان مسماها. حطي بقى معلقتين دقيق وكل الحاجات الحبشتكنات دي مع بعضها كده، ومعلقه الزيت في الاخر، وادعي مقادن وتبقى معانا العجينه بتاعتنا خلاص حمرت جميله. طبعا في حاجه هنمسكها كده ونطورها كور صغيره، ونبتدي نرصها في الصينيه بتاعتنا على قد التقليمه، على قد القناص بعد ما صورنا الحلو ده. يا رب نخلي اولادنا يطلعوا مننا يا رب. هنبتدي نفردها كده فتره صغيره، يكون السمك بتاعها حوالي نص ملي، يعني حاجه خفيفه خالص كده، ايه يبقى لها سمك ما تبقاش رقيقه خالص، عشان خاطر العيش معاه يتنفخ ويبقى جميل كده وايه ومرحرح. هنبتدي نحطهم على فوطة، ونبتدي نعمل التانية والتالتة والرابعة، وبس اللي نعملها نحطها على الفوطة ونغطيها عشان ما تنشفش منه زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هجيب بقى شوية سلطات وحبشتكنات، دي بقى نعملها في يومها، يوم ما نعمل السندوتشات لو احنا حابين. هنعمل بقى الكلام ده كله، عليه بابريكا وبودرة بصل، بودرة ثوم، شوية خل، ليمونة، ونبتدي نربهم مع بعض. يا سلام لو شوية صويا صوص او شوية دبس رمان. هنخبز العجين بتاعتنا، طبعا منخبزش في الفرن والكلام ده والصداع. هي طاسة حلوة تيفال محطوطة على عين البوتاجاز، ونحط فيها الرغيف يقب مننا. طبعا نسيبه يرتاح حوالي نص ساعة، او على ما انا افرد اشتغل على طول. زي ما انت شايفة بيقب معايا كده. اول ما يعمل فقاعات هنبتدي ايه، واحنا عملنا العيش ده قبل كده كتير عندنا في القناة، وممكن ترجعوا لأي فيديو من فيديوهاتنا هتلاقوا احنا ما شاء الله يعني ايه عاملين الكلام ده كتير.
زي ما انتوا شايفين بيتنفخ معايا النفخة الحلوة، والنفشة الكدابة دي هي لانها بتخس بعد كده، ما بيتنش منفوخ مع الولاد يعني. تمام. بس هيتنفخ معايا زي ما احنا شايفين كده بالظبط، وهنبتدي بقى ايه نطلعه ونرصه ونحط عليه الفوطة تاني عشان ما ينشفش معايا. نعمل الكمية كلها بتاعتنا، وكلها ان شاء الله تقب زي ما احنا شايفين، ولو ما قبتش ما تزعليش عادي، بس هي ان شاء الله طالما خدمتي العجينة وسبتيها ترتاح وبدأتي اهو اول ما تعمل الفقاعات دي تقلب فيها وتقلبيها على طول، ان شاء الله كل العيش بتاعك هيبتدي يقب. بس اوعي تمسكيه ماسكه جامده، علشان مكان صبعك ممكن يبقى مش قابل يعني. تمام كده. تمام. هنبتدي نجيب بقى الميه اللي احنا عصرناها في الاول، نحط عليها معلقه صلصه حلوه كده ونربها كويس جدا ومعلقه الزيت، وبسرعه بسرعه بسرعه هاتي بقى الصاجه او البتاع اللي هي بتبقى في الفرن، مش فاكره اسمها دلوقتي، وجيبي بقى الخلطه اللي احنا عملناها على بقى عيدان الشيش طاووق. طبعا عيدان الشيش طاووق دي كنا حاطينها في ميه قبليها علشان خاطر ما تتحرقش مننا، وبعد كده نبتدي كده نشكلها زي ما احنا شايفين كده، او مش شايفين عادي. المهم هنشكلها كلها ونبتدي بقى برضو نعمل بتاع التتبيله اللي احنا عملناها دي عليها كده بالفرشه، عشان تبقى تدي معايا لون حلو كده وجميل، وتبقى طعمها ونكهتها حلوه زي ما احنا شايفين. اصلا هي تتاكل نيه. احنا ممكن بقى في الخطوه ديت نشيلها في الفريزر نطلع منها للولاد، او ممكن تتعمل اكله غدا. المهم ان هي ممكن تتعمل بجميع اشكالها وايه وطرقها. تمام. والطماطمتين الحلوين دول بقى ايه كنوع من يتشووا بقى وياخدوا طعم الايه الفراخ معانا. تمام. زي ما انتوا شايفين كده هندخلوها وهي بنفس شكلها وهيئتها دي الفرن، هتطلع معايا احلى كفتة فراخ في سندوتشات بقى دي في العيش اللي احنا عملناه في عيش فينو. بس انا ولادي بيحبوا العيش الشامي ده جدا. بتمسكيها بقى كده وتحطي فيها صباع الكفتة على شوية الطماطم او البصل والحاجات اللي انتي عاملاها، مش عايزه تحطي بصل طبعا عشان الولاد، دي حاجه ترجع لك. تمام. بس وفي البتاع البوله وخلاص. تاني وصفه معانا اللي هي ايه بقى البيتزا، اللي هي حواوشي البيتزا، اكله خطيره تتقطع كده وتروح. البيتزا بقى برجر دي عالم اخر. كل الوصفات دي موجوده عندنا بالتفصيل على القناه. البيتزا برجر دي بجد اكتر وصفة الولاد حبوها في اول يوم مدرسة، بجد كانت جميلة جدا جدا. انا حبيت اجمع لكم كل الوصفات اللي احنا عملناها الاول يوم المدرسة في القناة عندنا، بحيث يبقى عندكم افكار كتيرة في فيديو واحد. تمام. واللي عايز الحاجة تفصيلية يرجع للفيديو بتاعنا على القناة، هتلاقوه موجود ان شاء الله. بصوا خطيرة وجميلة وسهلة ولذيذة وبتشبع جدا، احسن من العيش الفينو والكلام ده. يعني لو جبتي عيش كايزر وحطيتي فيه البرجرايه على الجبنه مش هتشبع الولاد زي ده بجد. يعني وصفه خطيره وجميله ورائعه، كل اللي جربوها شكروني عليها، حقيقي وصفه جميله. تمام. طبعا احنا بنجمع كل ده وان شاء الله ننزل لكم بافكار جديده كمان على القناه عندنا لاول يوم مدارس. حتى بعد كده طبعا اول يوم ده بيبقى عامل زي عيد كده، فاحنا بنعمل لهم بقى بروتين وحاجات من اللي هي اللي غلى ثمنها دي. تمام. بعد كده ان شاء الله بقى شغالين جبنه وحلاوه عادي يعني، بس برضو هنعملها بافكار حلوه يعني. تمام. زي ما انتم شايفين كده شكلها يعني انا عايزه اكل والله، بجد جميله جدا. زي ما احنا شايفين هي عبارة عن طبقة موتزاريلا تشيدر البرجر، الصوص الصلصة اللي احنا عاملينه على الوش بقى حاجات بقى كده. يعني لازم تشوفوا الفيديو بصراحة، لان اللي ما شافش الفيديو ده وما عملش الوصفة دي الولاد فايته كتير حقيقي يعني. وصفة رائعة. وعلى فكرة انت ممكن كمان تعمليها وجبة غدا لو انت ولادك بيقعدوا يوم كامل في المدرسة، انت لازم تعملي الوصفة دي. اولا مش هتبهدلهم ومش هتتعبهم، وفي نفس الوقت هتبقى مغذية جدا، فيها حاجات كتير جدا مغذية ومشبعة للغاية. يعني الواحدة بس ممكن تشبع طول اليوم. وممكن تعمليها وتشوريها في الفريزر وتطلعي منها الولاد في اللانش بوكس، بحيث ما تتعبيش الصبح بقى في تقفيل وتفتيح سندوتشات والكلام ده كله. تاني وصفة معانا او رابع، انا ما عدش يا جيمي بصراحة، يعني عدوا انتوا بقى. وصفة بقى الفطاير دي بقى يعني فاخر من الاخر بصراحة. تحشيها بقى بطاطس، تحشيها لحمة، تحشيها جبن، اللي عندك في التلاجة حطيه فيها وقفلي واخبزي. طبعا العجينة بتاعتنا احنا عارفينها، وتتبيلة البصل والحاجات الحلوة دي كلها. الحشوة اللي بالك فيها حطيها. الوصفة كاملة هتلاقوها عندنا ايه
في القناة وما تتعبيش نفسك وشوفيها. طبعا اي عجينة، دي العجينة بتاعتنا الحلوة دي عبارة عن دقيق اي كمية، 4 معالق سكر وشوية زيت، ونبتدي نعجنهم كويس جدا في بعض وميه، ونعجن الحاجات دي كلها. بعد ما يتعجن معايا هنحط معلقه زبده حلوه كده زيكم، ونعجن فيها تاني، ومعلقه الخل برضو في الاخر على الزبده او السمنه او الزيت، ونريحها شويه، ونجيب المفروم بتاعنا بالتوابل بقى الجميله، نحطها كزبره بقى، فلفل، زنجبيل، كبابه صيني، نعناع، كمون، بلح، اللي عندك بهارات، 7 بودره بصل، بودره ثوم. خدي العلب كلها وفضي منها كل شويه رشه كده، بصلايه مفرومه ومنشيل منها الميه اللي فيها، وكل ده نعجنه كويس. هي قريبه جدا من تتبيله الحواوشي اللي احنا عارفينها كلنا. بعد كده هنسمغها كويس، نحمر بقى حبة بطاطس حلوين تكون العجينة خمرت معايا، وبعد كده نجيبها كده ونمسكها بقى، نقطعها على حسب العدد اللي انا محتاجاه، ونكورها كور قد بعضها بالظبط. وبعد ما كورناها وهنغطيها بفوطة ونسيبها ترتاح معانا كده، زي كل حاجة عايز ترتاح حتى العجينة يعني. تمام. بس بعد كده نغطيها بفوطة ونسيبها ترتاح، وبعد ما ترتاح ودماغها يرتاح وقلبها يرتاح وكل حاجة كده، هنبتدي نمسكها برشة دقيق ونفردها ونحط اللحمة فيها، ونمسكها نقفلها كويس جدا زي ما احنا شايفين مع بعض، تقفيلة كويسة. اوعي تسيبيها مفتوحة عشان خاطر الحشو ما يطلعش منها ويبهدلك ويبقى الطعم مش لطيف. تمام. هندهن صينية زيت ونحطها فيها، وبعد كده نكمل الكمية اللي معانا كلها، مرة بقى لحمة، مرة بطاطس، مرة جبن مشكلة، مرة اي حاجة يعني، جبنة، فلاحي، اي حاجة اللي عندك حطيه، مفيش اي مشكلة. انشون مثلا وشوية بسطرمة، الموجود حطيه، ما تقفيش على اي حاجة يعني، فاهمة؟ هتجيبي بيضة وتحطي عليها معلقة صلصة وتربيها كويس وتدهني بيها الوش، وتحطي بقى على الوش بقى، عندك حاجات حطيها، ما عندكيش مش مشكلة خالص، عندك زعتر حطي، عندك سمسم حطي، عندك حبة البركة حطي، موجود يأدي بالغرض، ويطلع لك بقى الفطاير الخطيرة اللي احنا شايفينها قدامنا كده. حاجة فاخرة بصراحة يعني ما شاء الله عليها، جامدة جدا يعني، ما حدش عملها وقال ان هي ما وفتش بالغرض معاه بصراحة يعني، جميلة وموفرة وتنفع وجبة فطار او غدا، وخصوصا ولادنا اليومين دول بيطلعوا من المدرسة على الدروس على هنا، فكان الله في عونهم يعني، فمحتاجين حاجة تكون مغذية معاهم وتسد معاهم، بدل ما بياكلوا اكلات اللي هي البره بقى، البطاطس السوري والكلام ده والحاجات دي كترت جدا. وبألف هنا، ويا رب الفيديو يعجبكم، وسلام.